اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل إخوات وأجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. راجعه لكم بفيديو جديد أتمنى إن شاء الله يعجبكم. هنعمل روتين في المطبخ، دي الجزء الثاني من ترويق وتنظيف المطبخ. هتلاقوا الجزء الأول في أول تعليق مثبت إن شاء الله، لأن الفيديو كان طويل جدا وما قدرتش إن أنا أنزله لكم في فيديو واحد. فده الجزء الثاني، والجزء الأولاني هتلاقوه إن شاء الله في أول تعليق مثبت. أتمنى إن الفيديو يعجبكم إن شاء الله. النهاردة في الجزء ده هنشوف أنا طبخت إيه وعملت أكل إيه، وكمان هنكمل باقي تنظيف البوتاجاز وهنغسل مواعين وهنروق المطبخ وهنعمل شوية كده حاجات مع بعض. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وكمان يكون تحفيز ليكم إن شاء الله، والفيديو ينال إعجابكم. وزي ما تعودنا ما ننساش كده مع بعض في بداية الفيديو نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وكمان اللي لسه أول مرة يشوف القناة عندي، فضلا منكم الاشتراك الحلو بتاعكم كده عشان تنوروا وتشرفوا القناة، وفضلا لايك على الفيديو عشان الناس تشوفه، ويبقى شكرا لكم جدا جدا. نورتوني وشرفتوني جميعا. وطبعا ما انساش اخواتي اللي موجودين معايا بالفعل من اول ما فتحت القناة لحد اخر مشترك موجود معايا، شكرا للجميع. شكرا للي موجود وشكرا للي لسه هيشرفني لأول مرة. بجد شكرا لكم جميعا. بصوا هنا انا بدأت ان انا اكمل معاكم، ده الجزء الثاني زي ما قلت لكم، تنظيف البوتاجاز. كنت عملت الجزء الاولاني ووقفت عند البوتاجاز وكملت الجزء معاكم، كنت غسلت طبعا منه جزء كبير. هنا انا بكمل باقي التنظيف. ان شاء الله استنوا سلسلة تنظيف المطبخ الفترة اللي جاية جزء جزء ان شاء الله. هنعمل بقى شوية حاجات كده روعة قبل الشتاء ما تخش علينا ان شاء الله. استنوا سلسلة فيديوهات تنظيف، وكمان لسه بقى شوية حاجات هتتعمل كده قبل دخول الشتاء، حاجات كتير لسه استنوها بإذن الله. هتكون فيديوهات تشجيعية وتحفيزية عشان ست البيت كده تبقى نشيطة. انا عارفة ان انتوا اصلا يعني امارات وحلوين وزي العسل كده وشاطرين في بيوتكم وكل حاجة، بس انا ان شاء الله اي حاجة هعملها هصورها عشان الناس اللي كسلانة كده. في ساعات كده البعض مننا بيبقى كسلان شوية. ان شاء الله الفيديوهات دي تكون تحفيز ليكم بإذن الله، ويجعلها كده خفيفة على قلوبكم وتستفادوا منها وتتشجعوا قبل الشتاء تعملوا بقى شوية الحاجات اللي انا مش عايزة احرق الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. الفيديوهات اللي جاية بإذن الله يا رب. اللهم لك الحمد والشكر. بصوا هنا انا كنت غسلت بقى البوتاجاز ولمعته ونشفته، برجع بقى الحوامل مكانها. تنظيف البوتاجاز ده ضروري ان احنا ايدينا تبقى فيه يوميا. لو ايدينا فيه يوميا مش هياخد منكم تنظيف جامد، لما تيجي تعملوه هيكون سهل وخفيف عليكم. انا عايزه اقول لكم ان المطبخ الفتره اللي فاتت فيه شويه اهمال، فهنعوض ده بالتنظيفات اللي جايه باذن الله. مش هخرج من المطبخ الا لما يكون معمول جزء جزء كده وحته حته، بحيث ان احنا نخش الشتاء يبقى لو احنا ايدينا في المطبخ يوميا برضه هنعمله من وقت للتاني. مش هيبقى ضروري ان احنا نعمله تنظيف بقى عميق بقى وسيراميك ومش عارفه ايه وشفاط. يعني لما بنعمل التنظيف اللي هو بصوا من الصفر ده، بنخرج من المكان منضفينه جدا جدا، بيسهل علينا الروتينات اليوميه زي ما انا قلت لكم قبل كده. فانا هنا خلصت من البوتاجاز وخلصته ونشفته ونضفته، ودخلت هنا بقى على جزء ده. انا عايزه اقول لكم كان معايا الزباله انا سايباها جنبي هنا علشان ان انا اقدر الزباله اللي هخرجها من المطبخ احطها كلها في الكيس وبعدين انزلها احطها يعني مطرح ما بحط الزباله. فكنت جهزت بقى كل الزباله اللي عندي في المطبخ، خلصتها وحطيتها في الكيس وشيلته. هنا كان في ايه بقى عندي؟ انا عايزه اقول لكم هنا كان عندي غسله يعني مواعين كتير قوي قوي، يعني غسيل قبلها بيوم
واليوم اللي قبله والمواعين سايباها تصفي على جنب، فعملت كركبة مواعين فوق مواعين لحد ما الرخامة اللي عندي دي بقت مواعين كتير، فمحتاجة ان هي تتشال بقى مكانها. فانا قلت بالمرة بقى معاكم الم كل المواعين اللي انا كنت غسلاها قبل كده وسبتها تصفي من المية، ابتدي ان انا اشيلها معاكم. وكمان عايزة اقول لكم ان الحوض مليان مواعين كتير جدا جدا، هغسلها دلوقتي معاكم. وكمان ما ننساش بقى، حابة ان انتوا تتابعوا الفيديو للنهاية ان شاء الله. هقول لكم قررت اطبخ ايه. في الجزء الاولاني كنت لحد ما طلعت اللحمة علشان اسلقها، وقلت بس بقى لحد كده ستوب، انا مش عارفة هطبخ ايه وهعمل اكل ايه. بعد ما خلصت تنظيف المطبخ وعلقت على اللحمة، بدأت افكر هعمل اكل ايه، وسألت ولادي وجوزي وقالوا عايزين خفيف خفيف، مش عايزين طبيخ احمر خالص. فهنشوف في اخر الفيديو كده طريقتي في الاكل بتاع النهارده. انا عملت معاكم مكرونه محمره وملوخيه ناشفه، وكنت مخلله مخلل بيتي عاملاه بايديا وحياة عينيا، الزيتون وفلفل وخيار. الخيار كنت يعني حاطاه متأخر، الخيار اصلا وبحط حبة على القد، يعني ممكن يوم بيوم كده احط كل يوم الصبح في البرطمان اللي فيه الفلفل والزيتون، كل يوم الصبح احط كام خيارة. على بالليل واحنا بنتغدى بيكون الخيار معايا اتخلل وطازة ومقرمش وزي الفل. كل يوم بحط شوية خضر على بالليل بيكون استوى وتخلل كمان، وممكن قبلها بيوم بالكتير قوي، لان المية عشان مملحة معايا والفلفل والزيتون بقالهم فترة والمية مالحة وكده، فالخيار اكتر من يومين بيبتدي يشرب مية. لو احنا نخلل الخيار على طول لوحده عادي، انما عشان المية معايا بقالها فترة والجو لسه ما شتاش، احنا عارفين ان في الحر المخلل بيستوي بسرعة والخيار ما بيتحملش. فانا عايزه اقول لكم والله المخلل جميل جدا وطعمه حلو، ان شاء الله برضه هبقى اعمل معاكم المخللات باذن الله، واوريكم طريقتي في تخليل المخلل. انا هنا كنت بعطس عطست، انا عندي اصلا الجيوب الانفيه بايظه خالص، وعشان انا ناحيه جزء التوابل شميت ريحه الشطه وعطست. فالمهم ان شاء الله هبقى اعمل معاكم سلسله المخللات بطريقتي. وبالنسبه للمخلل اللي هتشوفوه معايا في اخر الفيديو انا عاملاه في البيت، والخيار اول باول بحطه الصبح وبناكل منه بالليل، او بالكتير ممكن احطه قبل ما انام وناكل منه تاني يوم. هنا انا كنت جمعت كل المواعين اللي انا زي ما قلت لكم كنت مصفياها وركناها على جنب، اتكومت بقت قد كده، البلاستيك على الحاجات الصغيره على الحلل على المصفى على الصواني كل حاجه. فانا بقى شلتهم معاكم دلوقتي. بص قمت كنت مش قادرة المواعين كانت كتير، عشان كده انا جريت الجزء ده. فشلت بقى كل المواعين اللي معايا ورصيت المواعين معايا حلوة قوي، لان هي ما كانتش مرصوصة، وجبت بقى المواعين كلها، فقلت لا انزل كله وارص واحدة واحدة. هنا انا عندي المصفى دي كبيرة جدا مش لاقيه لها اصلا مكان، بس بتنفعني بصراحة لما بكون عاملة عزومة ومكرونة بشاميل وسلقة مكرونة كتير، بتنفعني الصينية. وساعات برضو بعمل ليا والماما ولحد معرفة يعني بيحب المكرونة بطريقتي، لما باجي اعمل مكرونة بشاميل فبرضو بتنفعني الصينية دي في كمية المكرونة اللي انا بعملها. فعشان كده مش لاقي لها مكان، فدايما ركناها كده على جنب. وبرضو عندي الضرفة الاخيرة من المطبخ دي فيها بلاستيكات كتير وعلب كتير، وبرضو معايا الكام بلاستيكة دي حطيتهم هنا. كل الحاجات اللي احطها على جنب دي انا مش لاقي لها مكان للاسف. انا مطبخي يعني حجمه مناسب، عايز يتعمل فيه مطبخ عمولة لف يشيل كل المواعين، انما للاسف انا عندي المطبخ هو القطعتين اللي في الوش دول وبس، فطبعا مش شايل كل المواعين ومش شايل كل الخزين. يعني حاولت ان انا اعمل جزء جنبه اللي هو مش باين من الكاميرا ده، انا لميت فيه بعض من الخزين وشوية حاجات بس برضو ما كفاش. فعشان كده ربنا يسهل الامور ان شاء الله ويرزقنا ويرزقكم، واحاول اعمل المطبخ اكبر يشيل لي كل الحاجات دي بقى، واقفل تحت الرخامه. ادعوا لي يا جماعه ادعوا لي ان شاء الله ربنا يوسع علينا جميعا يا رب اللهم امين. فكده شلنا المواعين والحاجات اللي انا مش لاقيه لها مكان ركنتها على جنب، وده بلاستيك شلتها برضو مش محتاجاها رميتها في البلاستيك.
انا زي ما قلت لكم هعمل لكم فيديو مخصص لموضوع البلاستيك والحاجات اللي ممكن نستفاد منها من البيت، تقدري ان انت تستفادي منها وتجيبي منها فلوس. هعمل لكم فيديو مخصص لده ينفع لست البيت، وازاي توفر وازاي تدبر من الحاجات اللي احنا هنرميها اصلا في الزبالة، لا نقدر ان احنا نجمع منها ان شاء الله فلوس بدل ما بتترمي، حتى لو مبلغ بسيط. هي الفكرة ان بدل ما نرمي الحاجة في الزبالة، لا احنا ممكن نستفاد بيها. فان شاء الله هعمل لكم فيديو زي ما انا قلت لكم في الجزء الاولاني، هعمل لكم فيديو مخصص لده. فهنا بلم برضو الزبالة اللي ملهاش لازمة عندي. دي كانت ازازة الغطا بتاعها ولادي ضيعوه. انا بحب اشرب المية من الازاز، من الازايز الازاز، فاهمين؟ مش البلاستيك. فالمهم كانت دي الازازة بتاعت انا لوحدي، والاولاد برضو فضلوا ورايا لما ضيعوا الغطا، فخلاص ما بقاش ليها لازمة فرميتها. وهنا انا في الجزء ده كده انا بروق. الكاميرا مش جايبه، بس انا بروق الجزء اللي هو بتاع الرخامه اللي على ايدي اليمين. بلم كل بقى الحاجه اللي انا مش عايزاها، ومسحت الجزء ده عندي تماما وخليته زي الفل. و يعني في عندي كام كده وردة حلوين كده، فازات صغيرة حطاهم، هتشوفوهم معايا في اخر الفيديو. فالرخامة بقت عندي نظيفة. وكده الجزء الاولاني اللي حابب يشوفه هو موجود في اول تعليق مثبت زي ما قلت لكم، وده الجزء التاني اللي حابب يشوف الجزء الاولاني ويعرف انا عملت ايه. فانا هقول لكم بالمختصر للي مش عايز يشوف الجزء الاول. انا من ساعة ما دخلت المطبخ مسكت المطبخ تنظيف وترويق وترتيب وتنظيم وكل حاجة، لان هو فعلا كان مكركب جدا. زي ما قلت لكم في الجزء الاول كان يعني روقت الشقة كلها وخليتها زي الفل، واي كركبه واي زباله دخلت معايا بقى على المطبخ. وكنت كمان صبنت الحمام وخلصته، ما كانش ناقص اي حاجه في البيت الا المطبخ وان انا اعمل الاكل او الطبخ. فدخلت على المطبخ لقيته بقى مكركب، وكان عندي مواعين من العشاء ومواعين من الفطار، والبوتاجاز كان عايز يتصبن، وكان عندي الرخامه اللي ورايا دي اللي هو بتاعة المطبخ نفسه كانت مليانة كركبة. وكنت جايبة خضار ونزلت السوق وكنت جايبة شوية حاجات وشلتها معاكم. والبوتاجاز عملته وكنست الارض ولمينا المواعين. وبصوا يعني المطبخ كان اللي يشوف الجزء الاولاني مع الجزء ده، هو طبعا عشان لقيت الفيديو طويل جدا فقسمته نصين او عملته على عدد 2 فيديو، لان فعلا كان طويل جدا، لان المطبخ كان صعب ومكركب وكان محتاج فعلا ان هو يترتب ويتنظم ونشيل مواعين ونغسل مواعين واعمل الاكل. وتشوفوا طبخت ايه في يومي، عشان الفيديو كده يبقى معاكم زي العسل. فختمت معاكم بأكلة هي خفيفة، نواشف تعتبر، ما كانش فيها طبيخ احمر. هما اللي اخترعوا الاكل. انا قعدت بقى زي ما قلت لكم عملت اللحمة كده وعمالة افكر هطبخ ايه هطبخ ايه. هما اللي اقترحوا ان احنا نعمل مكرونة محمرة وملوخية ناشفة، واللحمة بعد ما نسلقها كده حمرتها بفلفل اسمر ومعلقة سمنة كده، سبتهم يتحمروا. فعملت لحمة محمرة ومكرونة كمان برضو محمرة، وعملت جنبهم ملوخية ناشفة عشان طبعا بالعيش اللي حابب يكمل عيش وكده فيشبع. وعندي مخلل في البيت واليوم اتقضى الحمد لله. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم جميعا ويرزقنا بإذن الله أنا وإنتم والجميع إن شاء الله. فده كان يومي في المطبخ، يعني كان يوم المطبخ العالمي. انا خدت فيه وقت طويل جدا، مش من عادتي ان انا اطول في تنظيف المطبخ وترويقه وتنظيمه، الا اذا كنت بعمل تنظيفات بقى عميقة. يعني ايه تنظيفات عميقة؟ الناس اللي بتسأل تنظيف عميق يعني بنمسك المطبخ نشقلبه كده من فوق لتحت، غسيل سيراميك وورا البوتاجاز وغسيل سيراميك تحت الحوض، وبننزل المطبخ كله، كل الحاجة اللي في المطبخ الخشب بننزلها ونروقها وننظمها ونغسل الحاجة بتاعتنا، وبعدين نرجع كل حاجة على نظافة. وبنغسل الشفاط وبنغسل شباك المطبخ وبنصبن التلاجة وبنغسل التلاجة. وبعدين تحت المطبخ الخشب كمان بنغسله وبنمسحه. وبعدين المطبخ نفسه بنلم منه الزبالة واي حاجة بقى مش عايزينها طلعت اثناء ما نظفنا المطبخ بنحطها في الزبالة ونرمي الزبالة بقى. وبعدين مبقاش فاضل اي حاجة بقى ناقصة في اخر حاجة بعد الكلام ده كله الا ان احنا نغسل كمان الارض وننشفها. بيصبح بقى عندنا كده اسمه تنظيف عميق للمطبخ من الصفر، كل حاجة فيه بتتعمل.
فده الفيديو الوحيد اللي ممكن يكون طويل، يعني ده الفيديو الوحيد اللي انا لما بعمله الفيديو بيكون طويل، لان فعلا كل حاجة فيه بتتعمل وبتاخد وقت ومجهود، فالفيديو بيبقى غصب عني طويل. انما اول مرة انزل لكم فيديو على جزئين، وهو فيديو تنظيف وترويق وتنظيم بس. ده لان كان مكركب جدا جدا جدا، سامحوني. فانا لما هنزل الجزء الاول، اللي حابب يشوف الجزء الاول زي ما قلت لكم هتشوفوه في اول تعليق مثبت، وبرضو هناك على قناة يوميات صبوحة هنزل في تعليق مثبت ان شاء الله الجزء اللي هو التاني، يعني على يوميات صبوحة الجزء الاول، وعلى صباح ابو العينة هنا الجزء التاني. هعمل ايه بقى في الحيرة دي؟ معلش ان شاء الله حاول بعد كده ما كركبش المطبخ بالطريقة دي، وتبقى ايدي فيه باستمرار. هو اللي خلى الدنيا ملخبطة كده ان انا مسكت الشقة كلها في يوم واحد. صحيت من الصبح بدري مسكت الشقة كلها ترويق وكنس ومسح، فأوضة الصالون وغرف الأولاد وأوضة النوم والريسبشن، عندي السفرة وعندي الانتريه بالطرقة وكمان الحمام، كل ده عملته. صحيت بدري جدا، طبعا الأولاد بتروح المدرسة، واستلمت الشقة من الساعة 8 بعد ما الأولاد مشت. شربت كوباية شاي بلبن كده مع سندوتش صغير، وبدأت وسميت الله واتكلت على الله وبدأت يومي. فالوقت عدى مني، خلصت الشقة كلها، فأصبح بقى ان عندي المطبخ غصب عني الكركب. اي زبالة قابلتني على المطبخ، اي كركبة قابلتني، ازايز مية واطباق على المطبخ. وانا من بالليل كان عندي مواعين عايزة تتغسل مع مواعين الفطار بتاعة الاولاد لما جم بعد الظهر. فكل ده اتكركب عندي في المطبخ. ده غير ان قبلها بيوم ويومين كنت بغسل المواعين واسيبها تصفي على الحوض، وفضلت بقى لما اتكومت ما كنتش بشيلها، سبتها تصفي وما شلتهمش. فكل ده كان مكركب الدنيا عندي. بالاضافة ان انا نزلت السوق اثناء يومي بعد ما خلصت الشغل اللي ورايا في البيت، رحت نزلت السوق زي ما انا كده، زي ما انتوا شفتوا العباية زي ما انا اصلا جيت من السوق. عشان كده انا عملت المطبخ بالعباية السوداء دي. انا جيت من السوق دخلت على المطبخ، عشان كده يعني زي ما انا كده جيت من السوق قلت بقى هعمل المطبخ عشان ما كسلش عليه. فبعد ما خلصت الشقة طلعت كيس اللحمة يفك قبل ما اخش اعمل المطبخ، ونزلت السوق. قلت اتسوق اشوف بقى عندي ايه عشان هعرف اطبخ ايه النهارده في يومي، يكون عندي حاجه، لان التلاجة كانت فاضيه ومحتاجه خضار، وكان محتاجه بصل وبطاطس. فقلت انزل اشوف هجيب ايه اللي ناقصني. كنت جبت فلفل وطماطم بس ما تصوروش، كنت حطيتهم في التلاجة، وبعدين قلت خلاص قررت ان انا اعمل المطبخ معاكم في القناه وانزله لكم. فبدأت ان انا اوريكم. كنت جايبه بقى بقيت بعد الفلفل والطماطم كنت جايبه ليمون وجايبه بتنجان وجبت بصل احمر وجبت بصل للطبيخ اللي هو الاصفر او الابيض ده مش عارفه اسمه ايه، والبطاطس، ويعني الحمد لله. فجيت بقى رحت شلت بقى الخزين ده او الخضار اللي جبته والحاجه اللي جبتها. وكان اليوم بقى صعب في المطبخ، كان خد مني وقت حلو، يعني وقت معتبر كده. فنصيحة مني لما تغسلوا مواعين تسيبوها تصفي، بعد ما تصفي على طول شيلوها فورا. وقبل النوم لو فيكوا صحة اغسلوا المواعين قبل ما تناموا. انا غصب عني اليوم كان طويل عليا برضو قبلها بيوم وما قدرتش. البوتاجاز ايديكوا فيه يوميا ما تسيبوهوش. الزبالة اول باول تطلع. في شوية عادات وتقاليد كده للمطبخ بيسهل فعلا عليك كتير. لو مشيتي بنظام معين في المطبخ عمره ما هيكركب منك زي ما حصل معايا. فهنا كان الشكل النهائي. هنا انا مليت ازايز المية، دول اللي اتبقوا حطيت شوية في التلاجة، ودول اللي اتبقوا. شايفين المخلل المحطوط، علب المخلل على المطبخ، والرخامة نظيفة، وتحت الرخامة انا بوريكم ان هو نظيف. بس انا لما الحاجة اللي بستخدمها على جنب، دي اللحمة اللي انا هسلقها غسلتها وسبتها تصفي، والحلة اللي على البوتاجاز فيها المية وحاطه فيها بصل وفلفل اسمر وسايباهم بقى عشان يتسلقوا. فهنا بقى الاكل اللي انا عملته كده. شفنا الشكل النهائي للمطبخ بعد ما تنضف، شفنا الفرق قبل وبعد. فكانت اللحمة هنا عندي اتسلقت. وهنا بحمر المكرونة. دي طريقتي في تحمير المكرونة، مادة دهنية، زيت وسمنة، او ده بس يعني سمنة لوحدها او زيت لوحده زي ما يعجبكم. ونزلت بالمكرونة وبدأت ان انا احمرها. اول ما بتاخد اللون الذهبي الحلو ده
في ناس بتحبها فاتحة وفي ناس بتحبها غامقة جدا، يعني اللون الذهبي ده يكون غامق قوي. انا بحبها المتوسط اللي هو اللون الذهبي المعقول الحلو. وبعدين زدتها شوربة، وكمان زودت بقى مكعب ماجي عشان يديها طعم، وفلفل اسمر وكمون والتوابل اللي انتوا تحبوها. بصوا هنا كانت داخلة على سوا خلاص، كان فيها شوية شوربة صغيرين وقربت تستوي، وكنت خلاص فاضل عليها كام دقيقة كده وهقفل عليها النار. عامة احنا ما بنحبش المكرونة المحمرة ناشفة قوي. وهنا كنت بحمر اللحمة معلقة سمنة وفلفل اسمر. وهنا كنت بعمل الملوخية بطريقة ماما. ساعات لما بتبقى مستعجلة بتخرط التوم صغنن قوي وتسيبه يتقدح يعني او يتحمر، وبعدين تنزل بالشوربة، والشوربة لما تغلي تحط الملوخية. هنا بقى كانت بغرف معاكم المكرونة ووريكم شكلها. وهنا الملوخية والمخلل اهو البيتي اللي انا عاملاه، زيتون وفلفل وخيار، والمكرونة واللحمة المحمرة وشوية الملوخية. فيا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. انتظروني في فيديوهات جديدة وروتينات جديدة، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.